5 أشخاص مختلفين و5 قصص مختلفة. على مدى 10 أيام حيفوت كل متسابق على المطبخ ويجهز السفرة تبعيته. هاي، راني جيت للكوزينة. الكوزينة هي المطبخ بالجزائري. رح نبدأ بسم الله. رح نطبخ أول طبخة هي الشوربة، شوربة فريك معروفة عندنا في الجزائر. إن شاء الله نكمل في الوقت، إن شاء الله نكمل في الوقت. ومش ضروري إنه الرجال إذا طبخ يقدر يطبخ أكثر أو أحسن من المرأة، فأنتم شو رأيكم؟ بس أشهر الطباخين في العالم رجال. اللي تمام فوت على المطبخ بأبدع. كنت مالي فاضية، ما في مزاج بصراحة، ما فيني. أنا خليتها تحكي وتقول وأني وكذا وإحنا والمطبخ يعني قلت خليها على راحتها. طيب أنا يعني ما أنصحها إنه تندفع. بس أنت عم تحكي يعني عنه هو مركز الأول. طيب أول شيء أنت حط حالك في المركز الأول، بعدين حط مركز ثاني. أنا ذاك اليوم أمشي بالشارع صدفة، فشفت بنت بالشارع دايخة تمشي ما أعرف، فسألتها إيش بيك؟ قالت لي أنا دايخة ومنبهرة بالطبخ بالإيناس. الفضل لماما الله يرحمها، هي اللي علمتني كل شيء. على فكرة الموضوع أبداً ما خصه بس بالأكل.